السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده صينيه كده، صينيه العيله، يعني حاجه كده تكفي العيله بصدر الفراخ اللي معانا ده. احنا معانا صدر فرخه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنعمل منه شويه سندوتشات كده او صينيه سندوتشات، حاجه كده مختلفه، من غير ما نعجن، من غير دقيق، من غير اي حاجه. هنعملها بطريقه سهله وبسيطه جدا. ياريت نتابع الفيديو للاخر علشان نشوف كل التفاصيل بتاعتنا. ولو أول مرة بتشوفوني أتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا أول بأول. إن شاء الله هتستفادوا منها. يلا بينا بقى نسمي الله ونشوف هنعمل ايه. أول حاجة أنا معايا صدر من الفراخ بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. غسلته كويس جدا ونشفته من المية، وبعد كده بقطعه لقطع صغيرة جدا. أنا عايزاها تكون مكعبات صغيرة جدا علشان طبعا تزود معانا الكمية، وعلشان هنستخدمها زي حشوة كده. وهقول لكم كمان تعملوا ايه عشان تزودوا كمية الفراخ دي معاكم علشان تكفي العيلة بحالها. شايفين انا بقطعها ازاي؟ بقطعها لصوابع صغيرة، وبعد كده اقطعها لقطع صغيرة جدا. شايفين بالشكل ده؟ شايفين حجم القطعة قد ايه؟ صغير جدا. بعد كده بقى هحط معايا طاسة على النار، هسخنها كويس جدا. هحط فيها معلقة كبيرة من السمنة على معلقة كبيرة من الزيت. عايزة تستخدمي زيت بس او سمنة بس مفيش اي مشكلة، المادة الدهنية اللي انت عايزة تستخدميها. بعد كده هسيبها لما تسخن كويس جدا، وهنزل بالفراخ بتاعتي علشان اديها تشويحة كده وتكون طعمها حلو معايا. شايفين بالشكل ده؟ هنزل بقى بالملح والفلفل بتاعي مع الفراخ كده في الاول علشان يديها تطعيمة كده ويكون طعمها حلو. مش هضيف اي حاجة تاني بقى غير لما الفراخ تتشوح معايا. شايفين بالشكل ده؟ النار تكون عالية علشان الفراخ تاخد تحميصة كده او تتحمر كده من كل جنب، ويكون طعمها حلو معانا وما تنزلش اي مية خالص. شايفين بالشكل ده؟ مش بقلبها غير لما احس ان الجنب اللي هو تحت لونه اتغير كده، اقلبها على الجنب التاني. شايفين؟ زي ما قلتلك اهم حاجة النار تكون عالية معاكي. هتاخد معاكي حوالي كده 3 دقايق 4 دقايق على ما تاخد التشويحة اللي انا بقولك عليها، او تتحمر من كل جنب كده. هي مش هتاخد لون قوي، بس انها تتشمع كده من كل جنب. وبعد كده هنضيف باقي المكونات بتاعتنا. اهي بقت معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين؟ هنضيف بقى بقية المكونات بتاعتنا. هنضيف باقي التوابل بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اي توابل انت حابة تحس بطعمها ضيفيها. انا ضفت معلقة صغيرة من الثوم البودر، ومعلقة صغيرة من البصل البودر، ومعلقة صغيرة من البابريكا، ومعلقة صغيرة من بهارات الفراخ. بعد كده معايا بصلاية متوسطة مقطعاها لقطع برضو صغيرة جدا زي قطع الفراخ كده. هنزلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، واديها تقليبة كده لحد ما البصلاية تدبل حاجة بسيطة كده معايا. كل ده وانا شغالة على نار عالية او نار متوسطة مايلة للعالية شوية. بعد كده مخرطة معايا فلفل الوان احمر واصفر واخضر لقطع صغيرة برضو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنزوده بقى للفراخ وللبصل ونديله تقليبة كده، ونسيبه على النار حوالي 5 دقايق. وبعد كده نشيل الفراخ بتاعتنا من على النار. انا عايزة الفلفل يكون ظاهر فيها بالشكل ده. طب لو عايزة تزودي الكمية كمان اكتر عن كده، ممكن تضيفي جزراية كبيرة مبشورة ناعم، او كمان كوساية صغيرة كده مبشورة ناعم. انا ضفت بس الفلفل والبصل كده علشان يدينا الشكل الجميل ده. بعد كده معايا هنا جبن مشكلة او ميكس جبن كده. لو مش موجودة عندك مفيش اي مشكلة، ممكن تستغني عنه. بعد كده معايا هنا نص كيلو من الجلاش او لفة جلاش بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هاخد بقى الجلاش كده وهنشوف هنحشي الفراخ فيه ازاي. بفرد كده ورقة من الجلاش بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ومعايا كده معلقتين كبار من السمنة، او يعني حوالي كده 3 4 معالق من السمنة مسيحاهم على النار. وهدهن ما بين كل ورقة والتانية كده. انا حطيت ورقة واحدة ودهنتها، وهحط الورقة التانية فوقها. وبعد كده هحط الحشو بتاعنا على الطرف بتاع الجلاش بالشكل ده. واحط كمان ميكس الجبن بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لو متابعينا على القناة احنا كنا عملنا فيديو قبل كده بالجلاش بنفس الطريقة ونفس الشكل ده، بس كان باللحمة المفرومة. فبصراحة عجبني جدا والطريقة حلوة وخالص، فقلت اجربه بالفراخ لان ما كانش عندي لحمة مفرومة، وكان جميل جدا. عامل زي السندوتشات كده، وحاجة كده متكاملة من كل حاجة، فيها الخضار والفراخ والعيش بتاعنا او الجلاش بتاعنا، حاجة كده جميلة جدا.
بعد كده بجيب معايا الصينية تكون طولها او عرضها على قد ورقة الجلاش بالظبط، عشان نلف الورقة كده ونحطها في قلب الصينية تكون على قدها بالظبط، علشان بقى منهدرش معانا في الجلاش ونقعد نقطع بقى من الصوابع كده ويكون شكلها مش حلو. بدهن الصينية كويس جدا وبحط اللفة اللي انا لفيتها بالشكل ده، كل واحدة جنب التانية كده، شايفين بالشكل ده. بدهن اول ورقة وبحط الورقة التانية فوقها، لازم يكونوا ورقتين كده عشان يستحملوا اللفة معايا شوية. بحط الكمية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. والميكس الجبن ممكن تستخدمي نوع جبنة واحد بس، او ممكن تشيليه لو مش متوفر عندك، شايفين بالشكل ده. والصينية دي بتكون بديلة كده لصينية الجلاش باللحمة المفرومة او بالفراخ، زي ما بتحبي تعمليها بالطريقة المعتادة، بيكون شكلها جميل جدا والكمية بتزيد معاكي بقى، وبتكون زي سندوتشات كده، كل فرد من الأسرة بياخد عدد السندوتشات اللي هو عايزها، بيكون شكلها شيك كده ومعقولة قدامه بدل القطع اللي احنا متعودين عليها. بعد ما خلصت الصينية كلها بالشكل ده، بقطعها بقى للحجم اللي انا عايزاه قبل ما ادخلها الفرن، شايفين بالشكل ده. بتكون سهلة في التقطيع قبل ما تستوي في الفرن، زي صينية الجلاش العادية خالص. ولفة الجلاش اللي هي النص كيلو خدت معايا الصدر الفراخ اللي احنا استخدمناه في الاول، وعملوا الصينية الجميلة اللي انتوا شايفينها دي. هجيب معايا بيضة بقى، احط عليها رشة من الفلفل الاسود ورشة صغيرة من الملح، واقلب بقى البيضة كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهنزل بكوباية لبن، ممكن تضيفي كوباية اللبن كلها او ممكن تخلي منها معلقة كده، شايفين بالشكل ده. هسقي اللبن والبيضة للجلاش عشان يديله طراوة كده وياخد لون حلو من فوق، شايفين بالشكل ده. لا حسيتيها ان هي محتاجة تاني لبن، اضيفي لها بقى باقي كوباية اللبن على حسب الصينية بتاعتك قد ايه. بعد كده هضيف كمية السمنة اللي كانت باقية معايا في الطبق على الوش كده عشان تديله لون حلو. كان باقي معايا شوية من الميكس الجبن كده، بصراحة استخسرتهم قلت احطهم على الوش، بس هما بصراحة ملهمش لازمة. بعد كده بشغل الفرن معايا وبدخله الفرن اللي يكون سخن جدا على الرف اللي في الوسط. الفرن شغال من تحت بس، بيقعد معايا كده حوالي نص ساعة، وفي اخر 10 دقايق بشغل الشواية عشان ياخد اللون الجميل ده من فوق، بيكون بالشكل الحلو ده وبيكون مستوي كده ومقرمش. اول ما بيطلع من الفرن بغطيه بصينية علشان يرد كده من حرارة الفرن، عايزة تسيبيه ناشف كده ومقرمش ما تغطوهوش. بعد ما برد معايا بقى او هدي كده من حرارة الفرن، ببدأ اطلعه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، شايفين هما هنا ماسكين في بعض، بس انت لو فتحتيهم من بعض كده هتلاقي كل سندوتش لوحده اهو بالشكل ده، شايفين ما شاء الله جميل جدا. هوريهولكم كمان عن قريب علشان تشوفوا الحشوة بتاعتنا وتشوفوا كل التفاصيل بتاعتنا وقد ايه طري جدا وجميل جدا. لو عايزاه يكون ناشف زي ما قلتلك، اول ما يخرج من الفرن سيبيه ما تغطوهوش وهو يفضل مقرمش زي ما هو، لكن انا عشان غطيته بيكون طري معانا بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. هوريكم كمان في اخر الفيديو الجلاش اللي كنا عاملينه باللحمة المفرومة اللي هو صوابع برضو نفس الصينية دي. ايوه هي دي الصورة اللي كنا عاملينها مع بعض قبل كده، ما شاء الله كان جميل جدا وكل اللي جربه عجبه جدا. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى ان انتوا تجربوه بنفس الطريقة ونفس المقادير، ولو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير، وانتظروني في الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم.